يا مساء الفل عليكم يا جماعة، أو يا صباح الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. النهاردة هعمل فيديو دلوقتي بإذن الله، مش هيكون مدته طويلة. حاجة أنا نبهت فيها كتير، بنبه عليها في كل الفيديوهات بتاعتي، وهتكلم برضو فيها النهاردة بصورة مفصلة. تمام. من غير ما أطول عليكم، ازاي تقدر تسافر امريكا باسهل طريقة ممكنة، واسهل نوع هجرة انا بشوفه في العالم، اسهل من كندا، اسهل من استراليا، اسهل من كل ده. بكل اختصار شديد، هي الهجرة العشوائية لامريكا. تمام. اللي هي فاتحة في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دلوقتي، وفي اللحظة اللي انا بعمل لك فيها الفيديو دلوقتي، هي شغالة وباب التقديم مفتوح. تقدر تقدم خالص. طيب يا احمد، احنا محتاجين كشف حساب بنكي؟ لا. محتاجين اتش ار ليتر؟ لا. محتاجين ان احنا نكون بنتكلم انجليزي كويس؟ لا. ايلتس؟ لا. مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي، مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي. كل اللي انت محتاجه ان انت تكون سنك فوق ال 18 سنه، وان انت يكون على الاقل حاجه معاك ثانويه عامه او 12 سنه تعليم. بدبلوم بقى، اي حاجه، المهم ان انت يكون معاك ما يثبت ان انت معاك ان انت اتعلمت في بلدك 12 سنه تعليم. بكل اختصار، امريكا بتاخد كل سنه 55,000، وبيستخرجوا 55,000 فيزا من مختلف انحاء العالم. تمام. طيب، في دول مش من حقها ان هي تقدم. بس يا جماعه، جميع الدول العربيه من حقها ان هي تقدم على اللوتري او الهجره العشوائيه. إيه اللي انت محتاجه؟ كل اللي انت محتاجه ان انت يكون معاك ما يثبت ان انت 12 سنة تعليم، وان انت يكون سنك فوق ال 18 سنة. طيب، محتاجين باسبور؟ مش محتاج باسبور، تقدر تقدم بالبطاقة بتاعتك عادي. المعلومات اللي انت بتقدمها هي معلومات: اسمك، اسم الرابع، بتعمل ايه، يعني زي اي فورمال انت بتملاها في الدنيا. بس املاها صح، عشان بإذن الله لو اتقبلت ما يبقاش فيه لغط، ما يبقاش فيه معلومة غلط. لان لو انت اتقبلت ومشيت بقى في السكة ورحت عملت المقابلة، واكتشفوا ان في حاجة غلط، او في حاجة انت كاذب فيها، او في حاجة من الحاجات دي كلها، فانت شكرا كده مش هتاخد اي حاجة. طب اقدر اقدم انا وزوجتي؟ تقدر تقدم انت وزوجتك، طالما بينطبق عليها شروط ان هي اكبر من 18 سنة، وان هي معاها اقل حاجة شهادة ثانوية عامة او 12 سنة تعليم. تمام. تقدر تقدم، وهنا بيبقى ليك فرصتين، يعني سواء ان انت لو انت اترفضت، والكلام ده والله انا قلته في كذا فيديو يا جماعة، ولسه بيجي لي عليه كومنتات. تمام. لو انت اترفضت وهي اتقبلت، انتوا هتسافروا، وكل عيالكم اللي اقل من 18 سنة. هي اترفضت، انت اتقبلت، انت وهي هتسافروا، وعيالك كلهم اللي اقل من 18 سنة هيسافروا معاك. تمام. بس ده باختصار شديد. طيب، اتقبلت وسافرت، ايه العائد اللي هيعود عليا؟ حضرتك هتاخد حاجة اسمها الجرين كارد. ايه هي الجرين كارد دي الإقامة في أمريكا. بتاخدها 5 سنين، وبعد ال5 سنين بيبقى ليك الحقية ان انت تقدم على الباسبور الأمريكي او على الجنسية الأمريكية. تمام. دي معنى اصح الجرين كارد. طيب، بتستفاد منها بايه بالجرين كارد جوه امريكا؟ حضرتك بتستفاد ان انت بيكون ليك جميع الحقوق بتاعه المواطن الامريكي، ما عدا حق الانتخاب. يعني تشتري بيت، تفتح حساب في كل حاجه نفسك فيها، تطلع تنزل تزور اهلك، ترجع تاني امريكا تروح. كل ده انت ليك جميع الحقوق، ما عدا حق الانتخاب. اول ما باذن الله ما بتخلص وسجلك نضيف، ما بتعملش مشاكل، وبتدفع الضرايب، وبتعمل الحاجات دي كلها، بعد ال5 سنين بتروح بتقدم على الباسبور، والف الف مليون مبروك، بتبقى مواطن امريكي، ليك حق الانتخاب وليك حق كل حاجه، بتاخد الباسبور الامريكي، هو الاقوى على مستوى العالم. تمام. دي باختصار شديد الجرين كارد الامريكي. طيب، هتيجي تقول لي ده محدش بيتقبل؟ لا، في ناس بتتقبل، وفي ناس كتير بتتقبل. وفي ناس، انا لما كنت في امريكا وقلت الكلام ده والله العظيم يا جماعه في كذا فيديو، ولسه بيجي لي برضو لغايه دلوقتي كومنتات عن اللوتري وعن الهجره العشوائيه. تمام. قدم، انت مش خسران حاجه، التقديم مجانا، الا بقى لو انت مثلا عايز تروح مكتب تدفع له مبلغ رمزي وهو بيعمل لك كل ده. بس اكد ان انت تاخد منهم الكونفirmation نمبر، لان الكونفirmation نمبر ده انت اللي هتشوف بيه النتيجه، ومن غيره انت مش هتعمل اي حاجه. في اي مكتب انت بتتعامل معاه لازم يكون مكتب ذو ثقه، ولازم يديك الكونفirmation نمبر. اكد عليه من قبل ما تتعامل معاه ان حضرتك هتديني الكونفirmation نمبر ولا لا. تمام. بس. السلام عليكم.